السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض مخلل مشكل. طبعا انا عملت معاكم الليفت قبل كده اللي هو بيقعد من السنة للسنة، وهناكل برضو منه برضو في رمضان ان شاء الله. ودوت عملته برضو مشكل كده عشان ناكل منه ان شاء الله في رمضان بإذن الله. نعمله كده مع بعض سريع. هجيب دلوقتي انا طبعا اللفت غسلاه وغسلاه غسله كويسه ومخرطاه زي ما انتم شايفين، بس بخلي الخرطه تكون محمله شويه علشان خاطر ده هيقعد لرمضان. مش هخرطه خرط رفيعه، انا مش هاكله في خلال يعني 3 4 ايام، لا دوت انا هقعده لغايه شهر رمضان ان شاء الله. فلازم يتقطع يكون متحمل كده شويه زي ما انتم شايفين. خلاص ده كده خرطته وسبته كده. وطبعا القرنبيط برضو جبت كده حته من القرنبيطه، قطعتها صغيره، قطعه زي ما انتوا عايزين يكون صغير كده. وغسلته غسله كويسه قوي قوي. بصراحه انا شطفته بميه سخنه عشان بيبقى القرنبيط بيبقى رخم شويه في غسيله، فغسلته بشويه ميه مش سخنه سخنه قوي، بس سخنه عاديه يعني. خلاص وطلعته كده حطيته برضو في طبق. الجزر غسلته غسله كويسه من بره، لو انتوا عايزين تقشروه تمام، مش عايزين تقشروه براحتكم. انا غسلته غسله كويسه ورشيت عليه حبه ملح صغيرين علشان خاطر الجزر مسكر، فعشان خاطر ينزل السكر اللي فيه فبينزل الميه زي ما انتوا شايفين اهوت. دي الميه بتاعته. يعني انا خرطته الاول ورشيت عليه حبه ميه، قلت عقبال ما اخلص بقيه الخضار يكون هو صفى ميته. ومعايا برضو هنا قرن فلفل حامي احمر، فرمته بحبه ملح اللي هو الفلفل دوت. انا فرمت قرن فلفل زي ده وحطيت عليه حبه ملح. ومعايا ليمون، طبعا الليمون في السوق ب60 جنيه ومش حلو، ومفيش غير الليمون اللي هو الكبير ده، فانا يعني خفت اجيبه. فالليمون ده كان عندي بصراحه في الفريزر، فطلعت كده كام واحده قلت اعصرهم. لو انتوا عندكم طلعوا كام ليمونه كده واعصروها. خلاص نجيب هنا الجردل واعبي اللفت. طبعا الجردل غسلاه، لو عندكم برطمانات عندكم اي حاجه عبوا فيها براحتكم. هحط حبه كده. طبعا اللي عايز يعمل المخلل كل حاجه لوحديها يعمل براحته. نسيت اقول لكم لو عندكم بصل صغير اعملوه. انا بصراحه ما لقيتش بصل صغير وما لقيتش خيار بلدي، ما لقيتش خيار بلدي خالص في السوق. حتى الخيار اللي هو العادي ده لقيته خيار كبير فما حبيتهوش بصراحه. هو الخيار البلدي انا بحبه عشان خاطر بيبقى صغير، لكن ولا لقيت ده صغير ولا ده صغير. وطبعا مفيش اسمه ايه، زيتون. مفيش زيتون في السوق، ولما كان موجود كان غالي بصراحه. كان الكيلو كان ب100 جنيه وما جبتهوش ساعتها. قلت ليه هينزل، يعني سعره هينزل شويه، فما نزلش سعره، ما نزلش، فما لقيتهوش خالص ولا ده ولا ده. فالحمد لله احنا هنعمل كده اللي هو موجود، بدل ما نشتري مخلل من بره، فلا نخلينا كده في اللي موجود متاح بالنسبه لنا. وبرده مش هيبقى وحش يعني. لو لقيت واحده كبيره كده ممكن اقسمها. خلاص زي كده مثلا اقسمها، يا اما اسمها بالسكينه يا اما هتعمل كده بايدي عادي. وهحط البصلتين اليتامى دول معاهم. خلاص والبس المخلل اللي تحت شويه. طبعا ما اخدش الميه بتاعت الجزر اهي، احط كده. وهشوف حاجه تانية برضو واحط فيه الباقي. بصوا يا بنات، عايزه اقول لكم على حاجه قبل ما انسى. ما تجيبوش اللفت الكبير، ما تجيبوش اللفت الكبير. بصوا انا امبارح رحت عشان خاطر اجيب لفت، قلت عشان خاطر اخلله كده مشكل. فالراجل عمال اقول له ما تحطش لفت كبير، ما تحطش لفت كبير، وبرده عمال ينقي في اللفت الكبير. قلت خلاص قلت له وزني ب10 جنيه وخلاص. قلت عشان خاطر ما اعملش مشكله، وكنت ممكن اسيبه وامشي، بس قلت خلاص هاخده وخلاص. هو عمال لي يقطع لي يقول لي بصي اهو جميل وزي الفل.
فطبعا انا عشان ما بحبش الحاجه اصلا الكبيره خالص، يعني في اي خضار انا ما بحبش الحاجه الكبيره. فبصوا عامل زي القطن، عامل زي القطن. فوالدتي جابت لي النهارده لفت تاني، فبصراحه هو اللي عملته يعني. فهي كانت جايباه من ايه صغيره، عشان عارفه ان انا ما بحبش برضو الحاجه الكبيره. بصوا عامل زي القطن ازاي، زي السفنج. فده مش حلو. فانا ركنته كده على جنب، و قلت خلاص هشوف بقى هعمل فيه ايه، هينفع يتخلل ولا مش هينفع يتخلل. ممكن اخلله للاكل كده يومين ثلاثه وخلاص. فطبعا انا ما حطيتوش هنا. عايزه اقول لكم برضو على حاجه. بصوا اللي طبعا احنا ما بنشتري المخلل ده من بره، بيبقى بنلاقي مخلل كده، بيبقى مش عارفين ايه هو ده لفت ولا ده ايه، مش عارفينه. هو بيبقى لفت بس بيبقى متقشر، طبعا بياخدوا الجزء دوت اللي هو فيه اللون ده، بياخدوا الجزء اللي فيه اللون ده وبيقطعوا بيقطعوه كده، بيبقى متقطع كده ما فيهوش اي لون. فاحنا طبعا ما بنبقاش عارفين هو ده ايه، فهو بيبقى لفت. خلاص انا حبيت برضو اقول لكم عشان خاطر انا برضو يعني ما كنتش عارفه ايه هو، وكنت محتاره هو ده ايه. هو طعمه لفت بس انا ما كنتش عارفه ايه هو، فقلت برضو اقول لكم عشان برضو تبقى عارفين يعني. خلاص انا دلوقتي بقى معايا ميه. طبعا انا مجهزه كل حاجه جنبي عشان خاطر ما اخدش وقت في الفيديو واطول عليكم الفيديو. انا مجهزه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بقى الحاجات دي احطها في حاجه تانية. معايا ميه وحاطه فيها ملح. الملح يبقى مظبوط، يعني ادوق الميه الاقيها مظبوطه، احط شويه كمان، احط شويه صغيرين مش كتير، احط عليها شويه كمان. ومعايا معلقه سكر، معلقه من دي، معلقه سكر. السكر ده عشان خاطر يحافظ لي على المخلل ويديني القرشه الحلوه اللي بتبقى في المخلل. خلاص. ومعايا الفلفل الحامي اللي انا فرمته. انا فرمته في الكبه، ما عندكيش كبه افرميه في الهون. خلاص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عشان هو حامي قوي فانا فرمت قرن فلفل واحد. لو الفلفل بارد حطي قرنين ثلاثه مش مشكله، بس هو حامي قوي. تمام. وانا برضو هدوق الميه الاول وهشوف لو الميه يعني مقبوله ممكن افرم قرن كمان عشان خاطر يديك لا الريحه جامده بتاعت القرن الفلفل، كده ممكن محدش يقدر ياكل منه. هعصر الليمون وهحضر الميه وارجع لكم وخليكم معايا. بصوا يا حبايبي انا جهزت الميه اهي بعد ما عصرت الليمون. خلاص ما تحطوش خل يا بنات، ما تحطوش خل عشان لو حطيتوا خل هيسرع من عمليه التخليل. خلاص ما تحطوش خل. اللي انتوا هتاكلوه في 3 4 ايام ده اللي ممكن تحطوا عليه حبه خل صغيرين، لكن اللي هيقعد لغايه شهر رمضان او هيقعد من السنه للسنه طبعا ما بينفعش تحط عليه خل علشان خاطر بيهري الخضار. خلاص. دلوقتي بقى هحط طبعا في ناس بتحط ورق لورا وفي ناس بتحط بابريكا. انا لا مش محطتش ومش هحط. هو كده تمام قوي كده حلو. خلاص احط الميه يا دوبك تغطي وشه بس، ما تكونش كتير، تغطي وشه بس. خلاص. ولو احتجت ميه تاني هعمل تاني. خلاص كده ده كده تمام، مش هزود ميه تاني. بصوا الميه اهي يا دوبك كده. حطيت حبه هنا والباقي بقى هحطه في اي حاجه تانية. اشوف حاجه تانية اعبي في المخلل اهو. خلاص كده ده كده المخلل بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط ويكون عجبكم، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم ان شاء الله باذن الله. طبعا هنحط كيس على الجردل وكيس على البرطمان ونقفلهم قفله كويسه، وعشان خاطر ما يخشش فيهم اي حاجه. وانتوا لو حابين تجيبوا ليمون، لو انتوا حابين يعني تجيبوا ليمون حوالي ربع كيلو ولا نص كيلو وزيتون وتحطوهم معاه تمام على قد امكانياتكم اعملوا. عايزين تستكفوا بكده خلاص برضو تمام اللي يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت معاكم هدى عبد الحكيم.